حبايب قلبي انا جبت ربع كيلو سمسم وهعمله طحينه من السمسم الابيض. انت مش بتحمصيها، لا انت بس بتطلعي منها الرطوبه، هنسخنها بس. تمام اهو، حطيها على النار وتفضلي تسخني كده لمده دقيقتين 3 كده، تفضلي تقلبي تسخنيها. اوعي تغمقي معاكي وتتحرق معاكي يبقى طعمها مر. تمام، بس بتسخنيها كده. بعد ما سخنا السمسم معاكم زي ما انتم شايفين كده، اوعي تحرقيه عشان بيمرر معاكي الطحينه. بعد كده باخد معايا السمسم اهو. تمام، هطحنه في الكبه اللي هي الصغيره بتاعه الفلفل الاسمر والكمون دي بتاعه الخلاط، عارفينها. تمام، مش حاملاها على الاخر عشان اعرف اطحنها كويس. تمام اهو. بعد كده هحط بقى معايا الزيت معايا بالتدريج، زيت يكون نضيف، يا اما عافيه يا اما دور، يعني دور عافيه او عباد. تمام، حطينا معلقه كبيره وهنكمل طحنه. بصوا حبايب قلبي، بتحطي زيت نضيف عباد او ذره اهو، بتحطي 3 معالق في كل ايه واحده بتحطيها. انا حاطه تلت كده وبجرب، وعينيا هي ايه اللي بتقدر تحكم انا عايزاها خفيفه ولا تقيله. بعد كده هضربها. بصي دي انا لسه ضاربه دي من شويه، بس انا مش عايزه ازعجك في الفيديو بصوت الخلاط. بصوا يا جماعه، هو ده سمكها. انا حطيت كده تلت كاسه زيت. تمام، للربع كيلو السمسم اهو. هكمل الجزء التاني واوريها لك في الاخر. ده الشكل النهائي بتاعت الطحينه بتاعتنا. بصي الجمال، وجربيها بقى تعملي بيها بقى على اكلاتك. احنا بنتي كانت عامله بابا غنوج، حطينا برده معلقه، يعني هي طلعت حاميه فحطينا على زودنا شويه. تمام، جربي الوصفه واعملي لي لايك، وشكرا ليكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.